السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل لكم كفتة الفراخ. تمام. وأدي دي فراخ كيلو، جبته فرمته زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ أقول لكم المكونات بتاعة التوابل: فلفل أسود، ملح، شطة، بيكنج باودر، وكمان شوية بهارات مشكلة. وعندنا ماجد ومفتفتينه، وعندنا بهارات دجاج وكمون. هنضيف على الفراخ. ومعانا بصل وفلفل وهنفرمهم في الكبة. دلوقتي بعد ما فرمتهم، بصوا انا عايزاه ناعم بالشكل ده. بصوا هنا بقى شوية كزبرة خضراء وشوية توم، يعني بتاعت معلقة معلقة ونص كده كبيرة للثوم. وبص دلوقتي نزلنا الكزبرة مع التوابل بتاعتنا اللي هي بتاعت البصل وفرمناها. بص بقى الشكل النهائي، انا عصرتها قوي 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 وخدت المية بتاعتها. تمام، حطيتها في طبق، واهم حاجة تبقى جافة كده عشان الكفتة معانا ما تفكش. تمام. بصوا بقى دي المية اللي هي بتاعت البصل، حطيت فيها معلقة من الطماطم، معلقة من الصلصة، وحطيت فيها بهارات فراخ وفلفل اسود وشوية كمون، وهنقلبهم. حبة دقيق، بتاع ربع كوباية دقيق مثلا. وبعد ما حطينا الدقيق هنبدأ نحط بتاع ربع كوباية بقسماط، وهنجيب بيضة واحدة وهنحطها على الخليط بتاعنا، وهنبدأ نقلبها. ودلوقتي النتيجة بعد العجن، بصوا لازم تبقى عاملة كده، شايفينها متماسكة ازاي؟ هنجيب سيخ هنبله من المية اللي هي بتاعت البصل اللي احنا مجهزينها، ونبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا. والمفروض طبعا بنبل ايدينا من مية البصل واحنا بنصبعها كده عشان تدي طعم تاني مختلف خالص. تمام. بصوا دلوقتي بقى عامل ازاي. بصوا هبدأ انزله قدامكم اهو. تمام، متماسك جدا. بصوا، بصوا. بصوا، وهبدأ هنوريهم الصينية صح. وهنا بعد ما صبعتها كلها دي الكمية اللي طلعت. تمام. هندخلها 20 دقيقة في الفرن 180 درجة. تمام، على 180 درجة. وبعدين هنطلعها في بعد 10 دقايق، يعني أول 10 دقايق هندخلها، وال10 دقايق التانيين هنطلعها. ونبدأ نعملها من المية ببصل بتاعتنا بالفرشة بتاعتنا هندهنها. تمام. وبص انا عملت منها بردك همبرجر من نفس الخلطة. عملت منها همبرجر وهوريكم بعد كده في الاخر هعمل الهمبرجر ازاي. ودلوقتي بعد ما اديناها 10 دقايق تسوية في الفرن وطلعناها، هنجيب فرشة وهنجيب المية بالبصل بتاعتنا وهنبدأ ندهنها كلها. واللي مش هتعرف ان هي تحط الصوابع كده تحط ورق زبدة وتدهنه بأي حاجة، لو هي مش هتعرف تعينه من الصينية عشان ما يتفككش معاها. وده بعد ما خلص خلاص من الفرن طلعناها. بصوا ايه رأيكم؟ ده غير طعمها تحفة. ويا ريت بقى تجربوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات، هتعجبكم جدا.
كتير جربوها وعجبتهم. أنا عايزة رأيكم انتوا كمان. بصوا بقى الهمبرجر هنا دي بعد ما خلصتها، بس أنا عملتها ازاي؟ جبت بيضة وحبة فلفل اسود وملح وعوزتها من البيت وبتاع، وحطيتها في البقسماط، وبعد كده سخنت الزيت كويس وحمرتها وطلعت بالمنظر ده. بصوا أنا هقسمها اهو وهفرجكم عليها. روعة جميلة. انتوا لو جربتوا الهمبرجر دي مش هتجيبوا أي همبرجر من بره تاني.